موجودة ناقصة مبصورة يا رجل. بيصور ها؟ هاي تعالي فيزا علاش ما يجيش يا صاحبي؟ مغربية ايه موجودة مبصورة، نصها ما هناك، نصها ما هناك. حرام عليك والله. لا حولها المغرب ولا كمل الخريطة. شو رايك؟ الحمد لله على سلامتكم. مغربي خويا، احنا معاكم في الدم، لكن الخريطة ناقصة ما تجيش. الله يرحم والدي. يا الغيها انا معاك، راه ليه تطلع. يلا ان شاء الله ربي يطلق الصراحة ان شاء الله. توكل على الله. ايوه رصاب. موريتاني سمحوا لنا. مغاربة العالم فما مشي زيد ديما مغاربة العالم ضروري من الخارطة تكمل ضروري ديما الله والوطن المالي. الجهة الأخرى كيف ضروري من الله والوطن المالي. باش نكونوا انما المؤمنون اخوه خاصها تكمل الخريطه. ضروري تكمل الخريطه ضروري درابو حاطينه تحت. فهمت ضروري عادي ماشي مشكل. ايوا حنايا نديرو هنا ما كاينش اللون الاخضر. وصلكم الله طيبين. لبيك يا قدس. بقول لك ايه يا نجم، مش انت قررت تيجي كده كسكسي على حمصي تاخد بعضك انت واخواتك وجايبين ربع مبلي واتنين براميلي وفاكرين نفسكم بقى كسر السمود وداخلين من غير لا تصاريح امنيه ولا بلغت حد ولا نسقت مع الدوله اللي انت فاكرها زريبه مرتع لكل من هب ده. ما هقول لك ايه، انت راجل لا عندك بلد ولا عندك جيش ولا تفهم يعني ايه قانون. من قصص عيد لعمي تبون يا قلبي لا تحزن. واحد متوفي 6 مرات والتاني فاقد الذاكره من 14 سنه. بص كده ورايا انا في مطروح، اخر الطريق ده السلوم، المكان اللي انت المفترض انك تقف فيه ومفكر نفسك هتخش. ايه رايك بقى طالما انت كسرت كل الحدود كده، ما تيجي نقضيها مدنيين في بعضينا واحنا اللي نطلع لك دلوقتي بالميكروباصات ونفتشك تفتيش ذاتي ونشوف بطاقتك ونعرف انت جاي منين ونسرش عليك على النت ونفهم دماغك فيها ايه ونركنك بقى 5 6 7 8 ساعات كده لغايه ما نعرف انت اصلك ايه وجاي بلدنا تعمل ايه والمخطط اللي في دماغك ده اللي ان شاء الله هنرجعك من غير الفانيلا. 3 ساعات بالظبط ونبقى في السلوم ومدنيين مع بعضينا بقى واللي يقدر على التاني. هذا واحد صاحبي بيسألني بيقول لي وين المغاربة عن القافلة؟ شوف علي يا صاحبي، المغاربة سابقين العالم كله في مساعدة أهلنا في قطاع غزة. المغاربة وصلوا مصر قبل ما القافلة توصل مصر. مع الأسف تم إرجاعهم للمغرب. شغلة ثانية، مين صاحب هذه السيارة؟ شو جنسيته؟ اللي حاط خريطة المغرب مقسمة. أنا كفلسطيني بعرف إنه الصحراء مغربية وديما مغربية. كل الحب والاحترام والتقدير لأخوتنا المغاربة. اسم المغرب أكبر من إنه أنتم تحكوا عليه أو تحكوا عن المغرب. المغاربة دايما في المقدمة عشان أهلنا في قطاع غزة. تشهد أمستردام والعالم كله بيشهد لابتهال أبو السعد وللشهيد اللي استشهد على أرض فلسطين قاضي المغربي. كل الحب والتقدير لأخوتنا المغاربة وديما مغرب. أنا حكيت على الملك محمد السادس وحكيت على المغرب، حكيت كلمة حق وحكيت بشهادة الدين
إنه المغرب هي أول دولة عربية تقوم بمساعدة غزة وبالخفاء، لا حد سمع ولا حد شاف، لأنه الملك محمد السادس إنسان محترم برشا وما يحبش يظهر في الإعلانات. وهاو الملك محمد السادس قام بدعم غزة وهاو هاو هاو. مي احنا مشكلتنا العرب كيما عملنا مع الصين، عملنا لها قيمة وقدر، والرب جو بالصين وهكا هكا بالصين، والصين قامت بمساعدة غزة، وفي الاخر طلع ما فما والو، ما فما لا دعم ما فما شيء. مين المغرب فعلا وقولا. فلهذا يعني كشعب المغرب بالحق نوجه لكم تحية خاصة، لأنه ما يحس بالعربي كان العربي وما يحس بالزوالي كان الزوالي. وشكرا للدعم اللي قدمتموه لغزة، بالحق برافو ليكم وبرافو للملك، وربي يفضله لكم، وإن شاء الله يبقى ديما تاج فوق راسكم.